لا يمكن أن يكتب تاريخ السودان الحديث دون ذكر الدور الرئيسي للدكتور حسن الترابي في صناعته. فبين تاريخ ولادته في كسلا شرق السودان في الأول من فبراير عام 1932 ووفاته في الخرطوم في 5 من مارس من العام 2016 وقعت أحداث هائلة وتغيرات كبيرة كانت بصمات الدكتور الترابي ودوره الفاعل في كل تفاصيلها. درس الحقوق في جامعة الخرطوم، ثم حصل على الإجازة من جامعة أكسفورد في بريطانيا عام 1957، ثم حصل على درجة دكتوراه الدولة من جامعة السوربون في باريس في شهر يوليو عام 1964. أتقن الدكتور الترابي 4 لغات، فبالإضافة إلى اللغة العربية كان يتحدث الفرنسية والإنجليزية والألمانية بطلاقة، وكان هذا من أسباب سعة أفقه واطلاعه على ثقافات وعلوم واسعة. عمل بعد عودته من فرنسا أستاذا في جامعة الخرطوم، ثم عميدا لكلية الحقوق، ثم تفرغ بعد ذلك للعمل السياسي. لعب دورا بارزا في ثورة أكتوبر عام 1964 التي قامت ضد نظام عبود العسكري، رغم سجنه 3 مرات على يد جعفر النميري، إلا أنه تحالف معه وأصبح في عهده وزيرا للعدل. وفي العام 1988 عين نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية في حكومة الصادق المهدي. تحالف سرا مع العسكر بقيادة عمر البشير، وقام بانقلاب عسكري في شهر يونيو عام 1989، غير أن خلافا نشب بينه وبين البشير في العام 1999 أسس الترابي في أعقابه حزب المؤتمر الشعبي وأصبح في صفوف المعارضة. اعتقل وسجن على يد نظام البشير عدة مرات. عاش الترابي واسع الأفق، عفيف النفس، بعيد النظر، فقيها، مجتهدا، مجددا، وزعيما سياسيا ودينيا، ورجل دولة من الطراز الرفيع. كان صاحب حضور طاغ وعلم غزير وبصيرة نافذة، تميز بترفعه دائما عن الصغائر، سمحا طيب النفس، عرف بآرائه المثيرة للجدل واجتهاداته المثيرة، لكنه كان يحظى باحترام وتقدير واسع داخل السودان وخارجه. نتابع في هذه الحلقة والحلقات القادمة التي سجلت في شهر أكتوبر من العام 2010 شهادته على عصر السودان الحديث ودور الحركة الإسلامية في السودان. دكتور مرحبا بك. وعليكم السلام. أخيرا بعد 10 سنوات تمكنا من أن نبدأ تسجيل شاهد على العصر. حالت بين الحوائل تتعثر علينا مسيرات الأمور في السودان. إن شاء الله ربنا يتم لنا على خير. ولدت في يوم الاثنين 25 رمضان عام 1350 للهجرة، الموافق الأول من فبراير شباط عام 1932 للميلاد. كيف كانت طفولتك وكيف كانت نشأتك؟ يعني من أقدار الله أولا أن نشأت في أسرة تعود بأصولها بجدود الأقرب بضعة جدود إلى شيخ كبير كانت له ثورات للعدالة السياسية والعلم والصوفية والقرآن مع السلطنة السنارة الإسلامية القديمة. ولكن حتى الوالد يعني كان حفظ القرآن ودخل القضاء الشرعي، وذلك أصبح يحركه عبر السودان من منطقة إلى منطقة. ولذلك قدر الله لي أن أولد في أقصى شرق السودان، أعي في غرب السودان. ولدت في مدينة كسلا؟ نعم، شرق السودان مع الحدود مع إريتريا. ونشأت في غرب السودان، مدينة كردفان نحو الغرب، ثم نشأت جنوبا شيئا ما في بلدي. كنت تتنقل مع والدك؟ نعم. المدارس طبعا لم تكن في كل تتوافر لنا، ولكن أتحرك إلى المدرسة وأعود إليه، وقليلا ما نعود إلى القرية الأصل المسمى باسمنا، يعني باسم الجد الأكبر. نعم.
هذه الطفولة كان لها تأثير، المليئة بالانتقالات كان لها تأثير عليك؟ طبعا أولا بسطت في نفسي روحا قومية. يعني السودان الآن هي قارة، فيه شعوب وأقاليم وبيئات، والآن بدأت هذه الروح نزع العصبيات المحلية والإقليمية والقبلية. ولكن أنا لا أصبحت أنتمي لكل هذا المد السوداني، هذه واحدة. وثانيا الوالد هو تعليم تقليدي، هو أول خريجي المعهد العلمي العالي في السودان. ماذا كان وضع هذا المعهد؟ هو معهد التعليم التقليدي الديني. نعم. الأعلى، لا كالمعاهد التي دونه. يعني مثل الجامعي مثلا؟ نعم، مثل الجامعة. فكان أول الدفعة في سنة 25 فكان يمدني دائما بكل الثقافة التي تلقاها. ما طبيعة هذه الثقافة ونوعيتها؟ اللغة العربية كلها، وأحفظ كل المعلقات، وأقرأ النحو والصرف ولامية الأفعال في الصرف في العروض والقوافي وأوزانها. وكان يمدنا أيضا بالثقافة الدينية أيضا بدرجات الكتب التي نقرأها. نحن طبعا في السودان على المذهب المالكي، ولكن دخلت علينا القضاء من مصر المذهب الحنفي، فاتساع المقارنة بين المذاهب من طفولتي بدأ. بينما كنت لا أتعلم في معاهد دينية ولا في قلاوي قرآن، في المدارس النظامية. فجمعت لأول نشأتي بين الذي يعمل فكرك واجتهادك ويلقنك العلوم الحديثة، وبين الذي تتلقى منه العلوم التقليدية. فأنا لست برجعي النظرة ولا منقطعا عن الجذور. فهذا الذي جمع هي الطفولة. هذا قدر من الله سبحانه وتعالى. المدارس النظامية هنا كانت تتبع النظام البريطاني على أساس كانت نعم. السودان تحت الاحتلال. نعم. وكنت تدرس اللغة الإنجليزية منذ الثانوي كل العلوم إلا العربية تدرس باللغة الإنجليزية في ذلك الوقت. نعم. وهذا فتح لي أبوابا للغات حتى اتسعت بعد ذلك فيها عبر. وتأسيسك في اللغة العربية والفقه وغيرها أيضا كان قويا من البيت خاصة، يعني الألفية والصرف والقوافي والفقه اللغة نفسها ومحفوظات الشعر الجاهلي كله والمعلقات وهكذا، والثقافة الدينية أيضا في البيت. والوالد قاضي شرعي، كنت أذهب يعني أنظر وراقب المحكمة. يعني كنت تذهب للمحكمة؟ بينما يعني قد أرجع من المدرسة مبكرا فأذهب لي أراقب الاستجابات والقضاء والمحكمة هل لعب هذا دورا بعد ذلك في اختيارك دراسة القانون؟ والله تحيرت يعني جيت الشهادة الأعلى الثانوية الأعلى في السودان، فكان لي الخيار. ما كنت أريد أن أذهب إلى الهندسة لأن أخي الأكبر ذهب فيها، فكنت أتحفظ بين الطب وبين اللغة. بين الطب واللغة. ولم تفكر في القانون؟ أبدا. في نهاية الأمر يعني الحياد ذهبت إلى القانون، يعني ميزان القانون بينهما. حتى بدأت تدرس القانون لم يكن خيارك من الطفولة أو من البداية؟ طبعا الوالد كان قاضيا، لكن هو طاف البلاد كلها، فكان يمكن أن أرضى على القضاء والقانون والأحكام الشرعية زادا كافيا. لا ندرس القانون في الثانوي طبعا، ندرس اللغات والعلوم الأساسية، ولكن هذا التحفظ فقط هو الذي قادني إلى القانون. والقانون نفسه مقارن طبعا هناك أيضا بين الشريعة وبين القانون البريطاني. أنت التحقت بجامعة الخرطوم في العام 1951. نعم. وأنهيت دراستك في العام 1955. كيف كانت هذه السنوات بالنسبة إليك وإلى حياتك؟ هذه أولا عرضتني أيضا لتجربة جديدة. تعرضت في الجامعة لتيارين: التيار البريطاني الذي كان يغشانا يعكف علينا منذ التعليم الثانوي. ما شكل هذا التيار؟ والجامعة طبعا تيار يريد أن يزرع فينا أولا اللغة الإنجليزية، حتى إذا أمكن ننصرف تماما، كل القطاع الحديث كله ينصرف إلى اللغة الإنجليزية. نعم. وتبدل لغة البلد كلها وتصبح اللغة العربية تنعزل إلى الهامش حتى تذوب، كما حدث في بلاد كثيرة يعني. نعم. تماما طمست لغتها الأصلية. وثانيا طبعا معها الفكر الليبرالي
الغربي، لا سيما أن السودان فتح، الإسلام لم يفتحه فتحا، دخله الإسلام يسري فيه الصوفية والعلماء والهجرة فقط هكذا، لكن البريطانيون دخلوه باسم العثمانيين مع باسم محمد علي باشا، نظام محمد علي باشا. ولذلك أرادوا أن يطمسوا الدين حتى لا ينشأ فيه نشأة أخرى كالنشأة المهدية التي ضربتهم وقتلتهم تقتيلا كانت يستنصر بهم محمد علي باشا، طبعا خبراء في الاستعمار في القتال في المستعمرات. البريطانيين تقصد؟ نعم. فكانوا يريدوا أن تطمس هذه تماما، تخرج أجيال كلها تتوجه بالثقافة الليبرالية الغربية. في ذلك الوقت كانت مصر والسودان دولة واحدة؟ لا، السودان يحكمه البريطانيون والمصريون، البريطانيون أولا والمصريون ثانيا، لأن مصر نفسها كانت تحت وطأة الاحتلال البريطاني. الاحتلال البريطاني. نعم. نعم. وهذا التيار الذي كان يعارضه، هل هذا التيار الأول اللي هو التيار التغريبي البريطاني كان له أنصار من السودانيين؟ نعم، لم يكن منظوما في تنظيم، ولكن كان هو التيار في الزي، ونريد أن نقلد البريطانيين في لهجة النطق وفي الزي وفي السلوك وهكذا، ونستشرف أيضا أفكارهم العامة. نعم. وهكذا يعني، ونصرف الدين لا عمدا ولكن غفلة كأنها مقصودة إلى هامش الحياة الخاصة فقط. في خارج الساحة نشأت في تلك السنين طبعا نشأة وطنية، لا في السودان وحده، وفي كثير من مستعمرات الهند والسودان وإفريقيا، فكانت نزعة وطنية تريد أن تخرج الاستعمار، لا النظام الحكم ولا مذهب الاقتصاد والمؤسسات والقانون واللغة، أن يبقى هذا فقط، يخرج الاستعمار، البزة العسكرية. نعم. لا، الاستعمار لم يكن عسكريا بالطبع، يعني معه جيش يعني، لكن الاستعمار عموما الأجنبي. فهذا التيار الوطني كان في الخارج، لكن كان فقط في الخريجين، ما كان له قواعد، كانت قواعده كلها مبنية على الدين، لأن الدين كله قواعده كلها تقوم على الطرق الصوفية والجماعات الدينية أو القبائل، فكانت تؤسس على هذه القواعد. أما في الجامعة فالتيار الذي عارض هو التيار الذي استوحى من العالم، طبعا من الشرق عداء الغرب، وكان الشرق يعني حبيبا إلى كثير من النزعات التحررية في العالم العربي، قد تنزع عربيا لكن تخلط معها الاشتراكية، أو تنزع إسلاميا تخلط معها. إيه التيارات اللي كانت في الجامعة في ذلك؟ التيار يساري صغير، والإسلاميون لم يكن لهم وجود؟ جاءوا في عقب ذلك، لا، في الفترة من 51. نعم. يعني الآن الإخوان المسلمون في مصر في 1928 أسس حسن البنا الإخوان، وامتدوا إلى الأردن وإلى سوريا وإلى بعض الدول. السودان كانت الأقرب، كانت امتدادا لمصر. ألم يكن تيار الإخوان وصل في 51 إلى السودان؟ مصر كانت مهمشة. السودان تقصد؟ يعني في السودان اسمها فقط، يعني باسمها البريطانيون احتلوا السودان حتى ينصرف الفرنسيون عنه. الفرنسيون دخلوا عليه من الغرب، والطليان يريدون والبلجيك يريدون يدخلوه، فكلهم صدوهم صدا باسم هذه أرض عثمانية تمرد عليها مهدي، فالآن نريد أن نردها إلى أهلها. يعني هذه حيلهم طبعا في صراعات حول الأراضي الاستعمارية. في العام 1952 قامت انقلاب يوليو أو ثورة يوليو في مصر كما يطلق عليها، هل كان لها تأثير لدى السودانيين؟ حتى من قبل ذلك بالطبع كان في مدود تأتينا غير المدود الدينية من مجتمعنا التقليدي، صوفيا كان أو فقهاء أو شيوخ قرآن، وغير المد الليبرالي كان يأتينا مد يساري كذلك كما حدثتك، وأحيانا من تلقاء بريطانيين يساريين، ومن تلقاء طلاب ذهبوا إلى مصر وتلقوا هنالك من بعض الجهات اليسار. أنت كنت تميل إلى أي اتجاه؟ طبعا أنه كان ثقافتي أساسا دينية،
يعني ابن شيخ كبير في قبة مبنية، طبعا الجد الأكبر، وأب حافظ القرآن وعالم لغة وعالم ثقافة، ودرست هذه ولقنتها. فلكن الجامعة أحيت هذه العلوم، كانت علوما محفوظات عندي، موروثات عندي. كيف أحيتها ودراستك كانت بالإنجليزية؟ ما هي تصدي، نعم. ما التصدي لها بتيار يريد أن يمسحها، أن ينسخها. فطبعا إذا تعرضت للتحدي أنت تتصدى عندئذ، تنشط بعد ذلك فيك التصدي لهذا التحدي الذي يعني هذا الموروث الذي بدأ معك من الطفولة شعرت بقيمته وأنت في الجامعة؟ حياته كان محفوظات يعني وموروثات فقط يعني. حينما تعرضت للصدام ظهر. نعم. واحتميت فيه. نعم، قامت حركة صغيرة يعني لم أشهد يعني مولدها، ولكن نشأت أول أيامها، حركة تحرر إسلامي سرية. من الذي كان وراءها؟ طبعا أنت تعرف كانت حركة التحرر الوطني شيوعية، ففي الطلاب كان النزاع يعني هو سادت كده في الطلاب. الحركة الوطنية كانت خارج الطلاب في الساحة العامة. وكانت بين المثقفين فقط. المثقفين فقط، يعني نادي الخريجين يسمى يعني. وهنا الجامعات بدأت فيها الحركة اليسارية الشيوعية، ولا ما كانت تسمى حزبا شيوعيا لأن البلد لم تستقل بعد، تسمى حركة تحرر وطني، فسميناها حركة تحرير إسلامي، تحرر إسلامي يعني في وجهها. وبعض الذين دخلوا علينا كانوا من التيار اليساري، لما اكتشفوا فيه صدودا عن الدين. من أبرز الشخصيات اللي يعني بابك الكرار رحمه الله، يعني توفي رحمة الله يعني. وبعد ذلك طبعا ذهب في اشتراكية، نزعته الاشتراكية يعني في حزب اشتراكي إسلامي، ثم ذهب إلى ليبيا ودخل في الكتاب الأخضر. يعني لم يكن حتى الفكر الإسلامي صافيا في ذلك لم يكن صافيا. هو كان من هذه المدود، لكن جاءتنا كتب أيضا. كانت أي أهم الكتب؟ من شمال أفريقيا كانت تأتينا أولا من كتب محمد عبده والأفغاني ذكرى، ومن كتب الإخوان المسلمين، الغزالي خاصة، ثم سيد قطب في وقت متأخر بالطبع يعني. نعم. فكنا نقرأها. مالك بن نبي أيضا كتابا من كان الجزائر. نعم، وكتبه. ويأتينا حتى من باكستان لأنها كانت مستعمرة بريطانية. الأعلى الموجود الهند عندئذ، باكستان لم تخرج إلى 47. فجاءتنا هذه المدود الفكرية الدينية المتجددة، لكن هي من مدارس مختلفة. لكن كنا نأخذ منها جميعا. نحن بالطبع ألواننا لا ندري هل نحن هنود أم نحن عرب أم نحن أفارقة. نحن ليست فينا عصبية أفريقية. المد الإفريقي كان في بلاد أخرى ينشط جدا. لكن يعني السودان يعني مدان قوميان ما دخلا في السودان، لا القومية العربية ولا الإفريقية. أعود لانقلاب يوليو 52 في نعم. مصر وتأثيره عليكم. نعم. هل كان دافعا لتنشيط حركة الاستقلال وحركة المد الوطني وحركة القضاء على الاحتلال أو المستعمر؟ طبعا هذا المد الوطني، الكفاح الوطني، كان في كل بلاد المستعمرات. والبريطانيون والفينيسيون بعد الحرب يعني أصابهم إعياء. العالمية الثانية تقصد. فتروا طبعا، خرجوا وبلادهم ادمرت، فأرادوا أن يعني يفرغوا لبلادهم، ومن العسير عليهم أن يقاوموا كل هذه مرة أخرى بحروب جهادية أو وطنية عليهم. فكانوا السودان مثلا استقل مبكرا، لكن لاحقته طبعا قبله الهند، ولكن لاحقته الدول الإفريقية. فالمد هذا بعضه جاء من ضعف أوروبا الغربية بعد الحرب، وهت قواها بعد الحرب، فأرادت أن أيما نزعة وطنية بعد ذلك يمكن لا تريد أن تقاومها يعني كان النفوذ، كانت السودان جزءا من مصر، لكن كان النفوذ للبريطانيين. نعم. لكن أيضا بعد الانقلاب 52 في مصر بدأ السودانيون يسعون نحو الاستقلال. الدعوة الاستقلالية، الطلاب كثير منهم كانوا نزعتهم كانت مع مصر، يعني لا قومية عربية، لكن مع مصر يعني، وكانوا اتحاديين شيئا ما يعني. وأغلب الخريجين كانوا اتحاديين، قليل منهم الذي ينحاز إلى حزب الأمة، الحركة الاستقلالية. في فبراير 53 نعم. بموافقة المصريين تم توقيع اتفاقية الحكم الذاتي بالنسبة للسودان. هذه الثورة طبعا. أيام الملك
ما كان يسمى وحدة السودان ومصر. نعم. الشعار كان سيادة مصر على السودان، لأن محمد علي باشا دخل السودان فاتحا نعم. يقلد المستعمرين الأوروبيين، فيريد أن يؤمن المياه ويريد أن يستورد موردا للجندية. طبعا لأن الجيش العثماني كان خلطا من المماليك والمغاربة لكن الآن لا بد من، والمصريون فلاحون طبعا، فلاحون لكن على امتداد التاريخ يا دكتور حتى من أيام الفراعنة، وكانت مصر والسودان كانت تعتبر على اعتبار أن السودان هي العمق الاستراتيجي في مصر، ليس في المياه فقط. نعم. ولكن حتى في هذا كل شيء من شمال خرطوم إلى مصر، هذا كان نعم المد أحيانا من هنا يغزو من هناك يغزو في كل حتى في الديانات. يعني موسى عليه السلام يعني دخل السودان ليتعلم مع شيخ كبير يعني يعلمه الرؤية إلى الغيب يعني على النيل الخضر يعني. الخضر كما يسميه المسلمون في سورة الكهف. نعم. فكان موضوع النيل يربط طبعا الصحراء كلها كانت تفصل شمال أفريقيا مع وسط جنوب أفريقيا وسط أفريقيا، ولكن هنا النيل كان قطاعا حيا من البشر حوله يربط مصر مع السودان. فمنذ الفراعنة الرابطة كانت وثيقة جدا، والرابطة استمرت هكذا. لكن النزعة الاستقلالية طبعا بدأت بعد الثورة. لكن كان السودانيون يميلون حتى قبل قرار الانفصال إلى البقاء مع مصر، لولا بعض السلوكيات كما قال كثير من المؤرخين اللي قام بها ضباط يوليو. والله كانت الضباط خاصة نجيب بالطبع والسادات لهم علاقات أيضا، خدموا في السودان وبعضهم له علاقات دم بالسودان. نعم. فيعني ما كانوا يعني المجانبة لم تكن بينة بينهم، ولكن صحيح بعض الضباط ما زالوا ينفعلون بروح الخديوية، يعني استعمار السودان والسيادة على السودان وهكذا، برسائل حتى تكتب في الجامعات. لكن واحدة. لكن الأمر الثاني أنه دائما هذه طبيعة البشر، دائما لما بيبدأ المد فيهم النزعة للاستغلال تنهض فيهم وتنشط فيهم يعني. وهي قارة طبعا السودان. طبعا نحن الحركة الوطنية أدركت أنه هنالك مد جنوبي هو لم يتصل بمصر أصلا من قبل، وليس عربيا ولا مسلما كان غالبه، يعني الإسلام فيه جاءه من تلقاء شرق إفريقيا يعني. أغلبه وثنيا كان، أغلب وثني، وفيه إسلام جاءه من الساحلية، لغة السواحلية، ومن المد الذي جاء من الشرق إفريقيا. وعندنا دارفور أيضا كانت مستقلة عند محتل السودان، ثم لأنها في الحرب الأولى طبعا تعاطفت مع العثمانيين. نعم. مع المحور الآخر. أغلبها عرب وكلها مسلمون. فيها عرب وفيها آخرون كلهم مسلمون، كلهم يتكلمون العربية إما لغة دين أو لغة كل أهل دارفور يتكلمون العربية لغة دين لبعضهم مع رطانة أخرى، أو لغة فقط. أعلن الاستقلال في يناير 56. نعم. الاستقلال هذا تحول كان غريبا. كيف؟ غريبا يعني. الحزب الذي سمي اتحاد الأحزاب تيارات ذهبت إلى مصر وشكلت في مصر حزبا اتحاديا. نعم، الحزب الاتحادي. نعم. ونحن كذلك المد الفكري مع الإخوان المسلمين ربطنا مع مصر، ومع كثير من الطلاب كانوا يدرسون في مصر ويأتون في إجازات، ووفود من الإخوان المسلمين، والعلم ربطنا مع جنوب مصر أيضا من المالكي، هذا شمال مصر مذهب آخر. والأزهر كان فيه رواق سناري يعني. فالروابط الدينية والروابط الجغرافية، الروابط الهجرة، كثير من الإخوة المصريون هاجروا السودان واستقروا في السودان وتوطنوا في السودان في مختلف نواحي النيل. فالروابط كانت اجتماعية سياسية دينية ثقافية. ولذلك بعض المؤرخين يقولون يعني كان هناك ميل إلى الاستمرار مع مصر إلى أن تصبح مصر والسودان، لولا أن اللواء جمال حماد هو الكاتب البيان الأول لثورة يوليو في شهادته معه على العصر قال لولا أن عبد الناصر بدأ يلاحق الإخوان وزج بالآلاف في السجون في سنة 54، وأيضا أبعد محمد نجيب الذي كان يحب السودانيين، كل هذه العوامل لعبت دورا، فإن السودانيين قالوا إذا يفعلون هذا في المصريين فماذا سيفعلون؟ يعني العسكر يا أخي، أعتذر أن أقول لك ذلك، دائما العسكر يريد أن يحتكر، السلطة كله في يده والقائد الأعلى والمال كله في يده، والسودان قارة كاملة. فالسودانيون يعني هل كلنا نريد أن نقبض في يد هناك؟ كما قلت كانت لهم طبعا بينه وبين الحزب المهدوي
الذي يدعو الاستقلال دائما، لا مصري ولا بريطاني، السودان سوداني فقط. عاملته الثورة معاملة طيبة أكثر من الملكية. في أول أمر محمد نجيب استقبل سي عبد الرحمن وعلاقات بدأت تحسن. كان يمكن أن محمد نجيب كان يتعامل مع السودانيين، كان عنده رابطة دم أيضا تدفعه إلى هذا جدا، فكانوا يحبونه. نعم. فلما يعني أطاح به عبد الناصر خاف السودانيون من الاستمرار. وبعدين لما ضرب الإخوان المسلمين بدأت المظاهرات في الخرطوم. هنا عندي نقطة مهمة، وحتى يعني ضرب الإخوان المسلمين ده هو الذي حملنا اسم الإخوان المسلمين تعاطفا معهم. تعاطفا معهم، نعم. كان أنا هنا بستغرب حركة التحرر الإسلامي. أيوه. لما ظهرت في تلك الأيام تعاطفا مع حركة مضروبة هنالك لتثبت أن الدين حيثما ضربته يمكن أن ينشأ في بلد آخر. عبد الناصر في 54 ضرب الإخوان المسلمين، وأعدم 6 منهم على رأسهم عبد القادر عودة. المؤتمر التأسيسي الأول للإخوان المسلمين في السودان كانت سنة 55. أي كان في حركة تحرير في أول الأمر، وثقافتها إخوان وجماعة إسلامية باكستان وغيرها، لكن سمت نفسها وظهرت إخوان مسلمين تحديا لعبد الناصر فقط، لم تكن فرعا. يعني إعلان الإخوان. كان هناك فرع ضئيل في الخرطوم للإخوان المسلمين، ضئيل جدا، لكن الحركة التي خرجت من الجامعات وهي التي هي يعني التيار العام للإخوان المسلمين في السودان الذي أعلن في العام 55 لم يكن يحمل الفكر الكامل للإخوان المسلمين بقدر ما كان ردا على جمال عبد الناصر بسبب إعدامه للإخوان. نعم. ولكن طبعا يقرأ أدب الإخوان المسلمين، ويقرأ أدب المودودي، ويقرأ جمال عبد، ويقرأ الكتب التقليدية الإسلامية الأصلية. هذا يجعلنا نفهم خصوصية حركة الإخوان المسلمين في السودان. نعم. البداية والنشأة. نعم. ما هي الخصوصية التي أخذتها حركة الإخوان المسلمين في السودان عن الإخوان في مصر؟ الخصوصية أولا قوميا العربية ينبغي ألا تصبح عصبية عرقية، لأننا إذا مددنا نحو الجنوب ذلك عالم آخر. ومن أول أيامها ما إن ظهرت فيها أنها هي من أبناء الشمال حتى بدأت تبحث عن أبناء جنوب آباؤهم وثنيون أحيانا مرة، حتى تستقيم الإسلام خطابا لكل البشر، لا للبيض ولا للسود ولا للعرب دون العجم ولا هكذا. ومدت نحو الغرب كذلك، غرب السودان. تلك منطقة طبعا لها طبيعتها الذي يصلها بغرب أفريقيا يعني، وصحيح فيها عرب ولكن فيها قبائل أخرى موصولة لغة، والسودان فيه هجرات من غرب أفريقيا، يعني غير دارفور يعني تقصد؟ فيه هجرات 2 مليون يمكن 3 مليون من نيجيريا الآن يقيمون في السودان. فالسودان في بلد غرب مهجر. السودان بلد مهجر من الشرق. ما الذي في السودان يجذب الآخرين إليه؟ النيل. يا سلام. لأن الصحراء دي كلها كل ما تجف النيل، لأن من النيل وحتى نهاية إفريقيا في الغرب لا توجد أنهار. لا توجد نهر يشق الصحراء هكذا من البحر المتوسط إلى وسط أفريقيا. يعني النيل شكل عنصرا جاذبا إلى هذه النيل البلد. طبعا، والحياة حوله، الحضارات، الدين حوله، الثقافات، وطريق الحج هو الذي ربط طبعا. الحج كان هذا هو الطريق، وهذه الثقافة كانت مدود من الثقافة. الطرق التجارية والصوفية تأتينا من الغرب أيضا، لا من الشمال فقط، من الغرب. تنبكتو كانت جامعة قبل الأزهر طبعا كبيرة في هنالك في غرب أفريقيا. تنبكتو هذه لم تأخذ حظها حتى يعرف الناس ما كان فيها من حضارة وتقدم. أنت سافرت إلى لندن بعد حصولك في العام 55 على البكالوريوس، التحقت بجامعة لندن، حصلت في العام 57 على درجة الماجستير في القانون. بعدما تخرجت تفكيرك انطلق نحو الأكاديمية أم ماذا كان هدفك من استكمال؟ طبعا لأول الأمر بالطبع يعني من أوائل الذين، أو يعني ما كان قبلي في كلية القانون، يعني ما يتكلم عربيا، يدرس عربيا ولا سودانيا أصلا، إلا في هوامش من الكلية لدراسات إدارية هامشية ليست الدراسة بالإنجليزية كاملة طبعا. والقانون البريطاني تدرس؟ القانون البريطاني فيه الشريعة معارضة، لكن لما ذهبت إلى بريطانيا كانت المرة الأولى التي تذهب إلى بريطانيا؟ نعم. وقع الأمر عليه طبعا قبل الاستغلال، الجواز واحد 55. الاستغلال وفيته هنالك يوم أول 56 وفيتها نعم. في بريطانيا. ولكن أولا اتصلت بكثير من الطلاب الإسلاميين في بريطانيا، بعضهم باكستانيون، إيرانيون، عرب، وكان هنالك اتحاد الطلاب العرب قوميا نزعة. تفتكر مين كان أبرز الناس اللي فيه اللي ظهروا بعد ذلك أو عرفوا؟ والله في التيارات الإسلامية ما ظهروا،
كثيرا. التيار القومي الطلاب ما يعني قليلون، بعضهم ظهر في الحركة القومية الآن. أنت تجاذبت إلى أي تيار؟ طبعا جذبنا للتيار الإسلامي. والتيار الإسلامي هنا متنوع المشارب. نعم، متنوع المشارب، باكستانيين، هنود، وندافع عن القضايا مشتركة، قضية الجزائر معا. نعم. وأسميناها إسلامية، ولذلك الطلاب العرب زاحوا عنا لأنه كان النزعة القومية العربية غالبة عليهم، رغم أن الجزائر دولة إسلامية. نعم. دولة عربية أيضا، ولكن هم فنحن كنا ندرس أحيانا، نشكل جمعية. طبعا هناك في بريطانيا في حريات للجمعيات يعني بغير قانون يعني عفوا. نعم. فهذه أعطتني مدا. وثانيا نحن فقريب قرب من آسيا، آسيويين، ماليزيين وهنود وباكستانيين. لعبت دورا في عالميتي. في عالميتي. يعني الآن أنت انتقلت من البيئة السودانية العربية الإسلامية المحافظة إلى العالم، إلى بيئة عالمية. نعم الآن نعم. أدت إلى اتساع الأفق عندك؟ نعم، جئت راجعا بالطبع. صارحت مع البريطانيين في أن نعرب العلوم في وقت مبكر جدا. 57 في وقت كان مبكرا جدا يعني. طب هنا في اعتداء 56 وقع على مصر، الاعتداء الثلاثي، وكان البريطانيون شركاء فيه. طبعا. ماذا عملتم؟ ماذا كان؟ نحن مظاهراتنا كانت مع مصر حتى إلى السفارة المصرية، بالرغم من يعني قضايا التوترات بين الإخوان المسلمين. طبعا في حركة الإخوان المسلمين نحن كنا نخرج المظاهرات، وكنا نحمل المجلس النيابي كله لصلاة الغائب ولأن يحدد قرارات وأن يتحدث إلى السفارة المصرية وهكذا. فطبعا بدأت نزعة مجانبة بيننا وبين السلطة في مصر، الصراع مع الإخوان. يعني بدأ مبكرا جدا بهذا السبب فقط. يعني ردة فعلكم على ما فعله عبد الناصر في الإخوان لعبت دورا في انتشار الإخوان في السودان. ما أقول ذلك، لكن وقفت من موقفهم المجانب للسلطة في مصر. يؤسف المرء أن يقول ذلك. يعني نحن كنا أقرب الناس إلى وحدة، المياه كلها واحدة، من لم يجد ماء إلا ما هني ليشرب، الغالب فيها. الثقافة واحدة. حتى جنوب مصر طبعا تعلم مالكيا كان شمالها شافعي وحنفي، والمذاهب واحدة والطرق الصوفية. يعني قرار الانفصال نفسه حتى يعني توكيله إلى ضابط ليس عنده أي خبرة ولا فهم بالسودان وهو صلاح سالم، واتخاذ قرار ذهاب نصف مصر بهذه الطريقة. وكثير من الدعاية كانت تتكلم عن السيادة على السودان. هذه طبعا عزة النفس لا ترضى بأن تتحد معي سيدا علي. لو جئتني أخا على سواء ذات الأفق يمكن أن أخيك، وأما إذا جئتني سيدا إلا أن تكرهني راغما يعني ضعيفا. ولكن البريطانيون نفسهم كان طبعا عندهم نزعة طبعا فوق الكل. نعم، أن يشجعوا الجانب الآخر يعني. والمهدية من تحت، من وراء، من صراع المهدية، لأنه الاستعمار جاءها من تلقاء مصر يعني، من الشمال يعني، فنسبت إلى مصر كل هذه الروح الاستعمارية يعني. ومحمد علي ما جاء يعني متسعا في السودان مثل المهاجرين المسلمين قديما، ولكن جاء فاتحا مستعمرا، وأتى بالبريطانيين والنمساويين والإيطاليين خبراء انبسطوا في السودان ونشروا المسيحية في جنوب السودان لأول مرة. يعني تمت على يد هؤلاء. نعم. لأن أنا كان عندي سؤال مهم، كيف فشل المسلمون في نشر الإسلام في جنوب السودان ونجح التبشريون المسيحيون في المسلمون طبعا أنت تعلم أنهم عرب الأصل. المهاجرون لا يدخلون على الغابات الممطرة، شبه الصحراء أطيب البيئات لهم للرعي، رعي البهائم والجمال وهكذا.